معادنا النهارده كده مع موبايل من اكتر الموبايلات فعلا اللي صدمتني السنه دي، واللي كنت متوقع فعلا ان هو يبقى فيه شغل كتير يعني، ولكن اتضح ان هو اي كلام. الموبايل ده كده من شركه سامسونج الصراحه، واللي انا كنت متوقع ان هم يعملوا موبايل احسن من كده، وهو الاس 23 اف اي. انا قلت والله هم ما عملوش بقى اف اي للاس 22 بتاع السنه اللي فاتت، يبقى يعوضونا بقى التغيير كبير السنه دي. ولكن كانت النتيجه معاكسه تماما لكل اللي انا كنت متوقعه، وكل الناس حرفيا كانت متوقعه حاجه يعني، ولكن ما طلعش اي حاجه فعلا في الموبايل. بعيدا بقى عن المقدمه الغريبه دي، احنا جايين نتكلم النهارده عن الموبايل اللي لسه ما نزلش اصلا مصر، ولكن سامسونج قالت ان هو هينزل قريب يعني. خلينا ده كده في السريع على طول بالديزاين بتاع الموبايل ده. الموبايل جاي بالديزاين اللي احنا شفناه 3560 الف مره، الثلاث كاميرات اللي بالطول كده مع الفلاش الجانبي. واللي بصراحه انا مش عارف سامسونج لحد امتى هتفضل مصره على نفس التصميم. انتوا بتزهقوش يا جدعان؟ احنا نفسنا زهقنا. انا حرفيا من كتر ما شفت التصميم ده اقدر اقول لك ان هو ظهر فيما لا يقل عن 10 موبايلات السنه دي، والفكره ان هو نفس التصميم. كل اللي سامسونج بتعمله بس انها تغير اللون والخامات. حرفيا انا بشوف ناس في الشارع ماسكه ال 24 وبفتكر ان هم ماسكين مثلا حاجه زي الاس 23 ولا حاجه، من كتر ما هم فعلا متشابهين ومتطابقين. عموما يعني التصميم بتاع الاس 23 اف اي هو ال 24 وال 34 وال 54 واي موبايل سامسونج نزلته السنه دي. هي سياسه غريبه والله لا يكون في عونهم من المهلبيه اللي في دماغهم دي، بس خامات الموبايل فعلا حلوه جدا يعني. ظهر من الازاز جوريلا جلاس 5 وفريم من الالومنيوم، بس هو التصميم يعني مفيش حاجه اتكلم عنها الصراحه. خلينا نشوف الشاشه، يمكن في تغيير. الشاشه اللي هنا الصراحه انا لما شفت كده امكانياتها قلت الشاشه دي جامده جدا. بصيت على سعر الموبايل بقى بره مصر اصلا قلت الشاشه دي هي الشاشه الطبيعيه اصلا، ده اللي المفروض اصلا كان يتعمل يعني. الشاشه اللي هنا هي شاشه دايناميك اموليد 2 اكس، بانل نظيفه قوي فعلا. شاشه 120 هرتز داعمه للاتش دي ار 10 بلس وال1 مليار لون، وسطوعها هنا بيوصل لحد 1450 نتس. بس سطوع سامسونج غير اي موبايل حرفيا يعني. الموبايلات العاديه الاندرويد العاديه دي كده السطوع بتاعها بيوصل للبيك برايتنس تحت الشمس دقيقتين على طول وبيرجع تاني لسطوع قليل جدا. موبايلات سامسونج وسط المنافسين ممكن تكون مش اعلى حاجه كرقم، بس بتفضل اطول وقت ممكن باعلى سطوع تحت الشمس. فهنا السطوع بتاع الموبايل حلو جدا. بس الفكره بقى ان الشاشه هنا هي 1080، وبصراحه يعني 1080 مش وحش. كنت عايز حاجه 2K مثلا، بس هم لو حطوا شاشه 2K هتبقى هي بتاعت الاس 23 الترا، فلازم يميزوا يعني. الاغرب والاغرب بقى من كل اللي احنا لسه قايلينه ده هو شكل الشاشه. ايه ده يا سامسونج؟ ايه الحواف دي كلها؟ حرفيا انا ممكن اجيب لك موبايل فئه متوسطه عادي جدا ب 15000 جنيه والحواف بتاعته تكون اقل من دي بمليار مره. انا مش عارف سامسونج بتعمل ايه بصراحه. سامسونج السنه دي بيتهرج في حاجات كتير. حواف موبايلات سامسونج السنه دي الصراحه مش حلوه خالص، لا في 24 ولا 34 ولا 54 ولا عائله حتى الاس 23 حواف فيها تخينه شويه. بصراحه مش عاجبني خالص شكل الشاشه بتاعت الموبايل ده تماما، ولا شكل الظهر بتاع الموبايل. خلينا بقى نشوف دلوقتي التهريج الاكبر وهو المعالج. الموبايل ده كده جاي بمعالجين، او بمعنى اصح هما نسختين، كل نسخه بمعالج مختلف. النسخه اللي هتنزل امريكا وللاسف هي السناب دراجون 8 بلس جن 1. النسخه بقى اللي هتنزل لنا مصر وهتنزل كل العالم اللي جايه بالاكزينوس 2200. هو معالج كويس جدا وكل حاجه كاداء، بس الفكره معالجات اكزينوس بقى مش احسن حاجه في التبريد والسخونيه والحوارات دي، وبيقلل تردداته بقى بعد الضغط عليه وحاجات كده ممله فعلا. سامسونج السنه دي كانت خدت خطوه حلوه جدا، وهي انها تخلي المعالج موحد على كل الناس يعني. كل البلاد كده نازل فيها نفس المعالج السناب دراجون. جم بقى في الموبايل ده تحديدا كده وقالوا لك يا باشا احنا نرجع لسيستم السنين اللي فاتت، امريكا ينزل لها معالج سناب دراجون وبقيه العالم ينزل له معالج اكزينوس. اداء الموبايل طبعا ممتاز جدا، بس الفكره زي ما قلت لك هي السخونيه، وان الموبايل بيقلل تردداته، وبالتالي اداء الموبايل هيقل بعد الضغط عليه، حاجه مش حلوه تماما. بالنسبه بقى للذاكره الداخليه بتاعت الموبايل ده، فهو جاي بنسخه 128 جيجا مع 8 جيجا رام، ونسخه ثانيه 256 جيجا مع 8 رام. انا ما عنديش اي مشكله، بس الفكره ان الموبايل ده لما ينزل مصر هتبقى اسعاره جنونيه. هتلاقي النسخه ال 128 دي يعني سعرها معدي مثلا 25000 جنيه. متخيل واحد يدفع المبلغ ده في موبايل 128؟ حاجه والله غريبه الصراحه يعني. ربنا يستر من التسعير فعلا. بما ان بقى الموبايل ده جايب شاشه اموليد، فطبعا البصمه تحت الشاشه، والبصمه هنا هي بصمه اوبتيكال يعني مش اسرع حاجه ممكن تاخدها برضه، بس نوعا ما تعتبر مقبوله يعني. اللي مش مقبول تماما بقى ان الموبايل ده ما فيهوش سنسور مكالمات. السنسور اللي هنا هو سوفت وير، وسنسور سوفت وير على فكره بتاع سامسونج بيبقى مميز يعني، مش زي شاومي مثلا لما بتعمل لنا سنسور كده سوفت وير يقعد يعلق والحوارات دي. لا، سنسور موبايلات سامسونج اللي هو السوفت وير ده بيبقى حلو. بس انا عندي تعليق بسيط، هو السنسور ده يكلف سامسونج كام عشان يشيله لنا من كل موبايلاتهم السنه دي؟ برضه هو هيبقى حلو بس برضه مش زي الهاردوير، ستيل برضه ممكن يعلق منك في اي لحظه. طب وليه ليه اللخبطه دي يا سامسونج؟ البطاريه والشحن بقى. بطاريه الموبايل ده بطاريه تعتبر شبه كارثيه، بطاريه 4500 ملي امبير كرقم والله لوحده كده اصلا يعتبر مش احسن حاجه. ما بالك بقى انت عندك شاشه هنا دايناميك اموليد 2 اكس، يعني مش عارف سامسونج ليه بتعمل كده والله. البطاريه هنا مش هتكمل يوم معاك تماما، وانسى ان انا اقول لك الكلمه دي اصلا، ولا بقى لو استخدامك متوسط ولا اي حاجه خالص. البطاريه دي عشان تكمل معاك اليوم لازم تبقى استخدامك اقل بكتير من المتوسط. لو انت كل فين وفين كده ما تفتكر ان انت عندك موبايل فتيجي تفتحه، البطاريه تقعد معاك مثلا 5 6 ساعات بالكتير قوي استخدام متوسط يعني، واللي هو بالتاكيد ده مش هيكمل معاك اليوم. الاغرب والاغرب مفيش شاحن في العلم. مش بس كده، لا كمان الشاحن 25 واط. فسامسونج السنه دي يا معلم بتهرج حرفيا والله العظيم. انا مش شايف اي فرق ما بينه وما بين حاجه زي الاس 21 اف اي، غير اختلاف خفيف قوي قوي في المعالج فعلا. وعايز اقول لك ان ال 21 اف اي اصلا في الامارات رخيص جدا، سعره في حدود 1300 1400 درهم يعني، حاجه فعلا كويسه. ده هيبقى لسه نازل بقى في غالي وكده. الحاجه الوحيده اللي تميزه بقى ان هو لسه جديد فياخد ابديتس اكتر، بس يعني غير كده ملوش اي 30 لازمه والله. الموبايل اللي فيه صوت
ستيريو، صوت ستيريو متجسم عالي جدا والناحيتين زي بعض، فعلا صوت ممتاز، ما تشغلش بالك بالحته دي، فعلا حلو جدا الصوت هنا. بالنسبه للكاميرات بقى، فاخيرا دي الحاجه الوحيده اللي حلوه فعلا في الموبايل. عندك 3 كاميرات بقى، عندك كاميرا 50 ميجا بكسل بمثبت بصري، وعندك كاميرا ثانيه للتليفوتو هنا بتعمل زوم لحد 3 اكس من غير ما تخسر اي كواليتي خالص. والكاميرا الاخيره هي 12 ميجا بكسل بقى للالترا وايد. صور الموبايل ده هي الاحسن في فئتها السعريه من غير اي تعليق، حرفيا صور خرافيه فعلا من الموبايل ده، وده الطبيعي وده اللي المفروض كان يحصل اصلا، لان لو ما كانش الكاميرا حلوه محدش هيشتري موبايل اصلا. دي الحاجه اللي سامسونج بتعرف تشد بيها زبونها، فحوار الكاميرات بقى والسوفت وير والحاجات دي. وعايز اقول لك الموبايل ده بيصور فيديوهات لحد 8K، فهيبقى تحفه جدا معاك فعلا في التصوير. رايي بقى النهائي في الموبايل، بص صراحه الموبايل ده لحد دلوقتي ما نعرفلوش سعر، بس هو سعره بره $550، فاضرب 550 في 44 يطلع لك حوالي 25000، وضيف ضرايب بقى ومش عارف ايه، فسعره هيعدي ال 30000 جنيه اعتقد يعني. فالموبايل ده بصراحه انا مش شايف اي حاجه تخليك تشتريه. ايه اللي ممكن يخليك تشتريه؟ ايه الميزه الجديده اللي اتضافت فيه مثلا عن حاجه زي ال 21 اف اي؟ مفيش اي حاجه. فبصراحه يعني لو هتشتري الموبايل ده اظن ان انت الاحسن تسيبه وتجيب الاس 21 اف اي، وتستحمل يا عم ان هو يبقى متاخر شويه في الابديتس يعني، بس احسن بكتير من ان انت تدفع فلوسك دي كلها في موبايل ما يفرقش كتير عن الاس 21 اف اي. فبصراحه هو موبايل مخيب جدا، ما حاولوش حتى يعملوا فيه حاجه جديده. فبس كده كل حاجه تخص بقى الاس 23 اف اي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشوف القناه وتفعل زر الجرس، وبس كده اشوفك في الفيديو الجاي. مع السلامه.